كابتن رمضان السيد مستمرين مع ديكرنس وشربين جمهوريه شبين بياخد من وجهه نظري الضعيفه. عصام شعبان اخذ 9 بونت بالماتش ده وليس 6. انا عاوز اقول حاجه الحقيقه لعصام شعبان، رغم الحقيقه تصدر نادي طنطا بقياده عمرو انور الحقيقه المسابقه ب 30 بونت، لكن انا بقول ان لو هختار راجل الاسبوع او مدرب الاسبوع هختار عصام شعبان الحقيقه، لان عصام شعبان بامكانيات طبعا قليله جدا جدا، عامل نتائج ولا اروع، وهو دلوقتي ترتيبه الثاني، يعني عامل مباريات على مستوى عالي جدا جدا. ولا يمكن الحقيقه انا قابلتهم في الفتره اللي انا كنت شغال فيها في الاولمبي، هم عاملين فرقه كويسه، وعمل حوالي مباريات ورا بعض يا سعيد الحقيقه، فوز وفوز متتالي، يعني لغايه ما وصل ان هو يبقى مركز ثاني. كان في وقت في الجدول كان ترتيبه السابع وترتيبه السادس. صحيح. لا هو دلوقتي الحقيقه بمجهود كبير جدا جدا مع لاعيبته الحقيقه وصل للمركز الثاني ب 29 بونت، واعتقد ده انجاز كبير جدا بيحسب لعصام شعبان. زي ما بقول بشيد بعصام شعبان، زي ما بشيد بقول ان عندهم لعيب مؤمن محسن، انا بعتبره يعني نجم الموسم في الدوري الممتاز به. الراجل دوت يعني تخيل ان هو في خلال الفتره اللي فاتت بيتصدر المسابقه تهديف في ب8 اهداف الحقيقه، وفي كل المباريات القويه بيحسمها، يعني كمان مش بيحسم مباريات ضعيفه، لا ده المباريات القويه هو بيحسمها الحقيقه، وبيتصدر الحقيقه هدافين البطوله او المجموعه الثالثه. فبرضك اشاده كبيره جدا بالحقيقه بمؤمن محسن. بالنسبه للحقيقه ديكرنس، يمكن ديكرنس مع سعيد صبحي الحقيقه كان الفتره اللي فاتت احنا يمكن اشدنا بيه في بعض المباريات، لكن احنا كنا بنقول حاجه مش مقصود منها اي حاجه خالص، ان هي حته بس الخبرات بتاعت ان انا كمدير فني اتعاملت مع مباريات والحاجات دي كلها. عشان كده يمكن وصلنا دلوقتي ان سعيد عبد العزيز ان شاء الله باذن الله بتمنى لك التوفيق ان شاء الله في الفتره اللي جايه. لكن انا بقول لك اهو بطمنك في فرق كوره كويسه قوي، وانت اكيد متابع فرق كوره فيها نجوم وفيها لعيبه على مستوى عالي جدا الحقيقه، اذا كان اسلام نبيل ولا كريم اشرف هداف، وبرضك من لعيبه قويه جدا. فتقدر ان شاء الله باذن الله في خلال الفتره اللي جايه انك انت تتخطى بديكرنس وتنافس لغايه اخر وقت ان شاء الله. يعني طبعا التوفيق ده بتاع ربنا طبعا. لكن انا كلنا ثقه فيك ان انت هتقدر تنافس لغايه اخر وقت ان شاء الله باذن الله مع تيم ديكرنس. طبعا المباراه هدف ديكرنس كان محمد رمضان حله، والحقيقه الهدفين شبين كان مؤمن محسن. وطبعا يعني اعتقد زي ما قلت لكم ان طبعا الاهداف دي على الشاشه معاك. هو 2 ولا 3؟ 2-1. طبعا زي ما بقول ان الحقيقه مؤمن محسن هدفين وهو كان بيحسب، وده اكتشاف عصام شعبان، ده لاعب مظلوم وجاي له ببلاش في الدقيقه 7 من الشوط الاول و26 من الشوط الثاني. محمد رمضان حله في الدقيقه الاولى من الشوط الثاني. محمد رمضان حل هدف ديكرنس وهدفين شبين الحقيقه مؤمن محسن. اعتقد ان المباراه كانت قويه جدا، والمباراه كان فيها نديه بشكل كبير جدا، وادارها كمان خالد جمال الغندور باقتدار. طبعا يعني بصراحه طبعا. يعني خالد جمال الغندور ادار هذه المباراه باقتدار وبروعه. كابتن حسن مصطفى، انت مع تغيير الملعب واللي قاله الكابتن سعيد انه يروح لحضن الجماهير، وفي نفس الوقت يعني ملعب ديكرنس الترتال افضل بكتير من هذا السوق اللي احنا شايفينه، مع احترامي لاهلنا في بني عبيد، لان الملعب ده يحمل اسم عزيز وغالي عليا، عمنا الراحل العظيم الدكتور هرمس رضوان، وانا حزين ان الملعب يصل الى هذه الحاله، مع كامل الاحترام لمجلس اداره بني عبيد. على فكره عبد الناصر وهو يا حسن موجود مستحيل، لا مستحيل مستحيل كان الملعب حاجه جامده يا فندم. ده كان دايما كل ما تيجي بطوله عالميه يفاخر ان هو على اتم الاستعداد لاستضافه اي ماتش لمنتخب مصر في هذا الملعب. اتفضل يا كابتن حسن. هو الواحد عايز يتكلم فيها كابتن عبد الناصر، انت فعلا انت عايز تلعب كوره وعايز تطور الكوره في مصر وعايز تعمل حاجات كتيره، فما ينفعش ان انت يبقى عايز تطور الكوره يبقى ملعب زي دوت. اول حاجه يعني بسم الله الرحمن الرحيم مش هتلعب كوره على الارض، لان كل كوره هتلاقي الكوره بتنط لما اي لعيب يجي يستلم، فهتلاقي الامور صعبه على اي لعيب.
فالكنترول هيبقى بتاع اللعيب صعب، مش هتقدر تقيم اي لعيب. هتيجي تقول له انت مش عارف تستلم ليه، مش عارف تباصي ليه. يعني انت مع الرجوع لملعب طبعا ديكرنس لا الترتان. انا بتمنى هي المجموعه دي كلها كمان الملاعب بتاعتها. انت كابتن عبد الناصر انت اتكلمت في موضوع الملاعب ده، لازم الناس تهتم شويه، لازم يبقى زي ملعب المنصوره بالظبط سيء. لازم نحافظ على اللعيبه بتاعتنا، لازم عشان تطور الكوره، عشان تخلي المنظر الجمالي كويس واللعيب يتطور. لان ديت انا بقول دايما لعيبه الدرجه الثانيه ديت المخزون دلوقتي للدوري الممتاز. لان انت في ظل مغالاه الدنيا ومغالاه اسعار الانديه وانتقالات، فاي نادي عايز يجيب لعيبه كويسه لازم يبص على الدرجه الثانيه ديت. فهيبص على الدرجه الثانيه ازاي وانت عمال تلعب كوره، كل كوره عاليه مفيش كوره على الارض؟ فانت هيبقى تقييمك للعيب مش هتقدر تقيمه. فانت لازم الملاعب كلها تبقى كويسه، ودي خطوه كويسه يا كابتن سعيد ان انت هتنقل لملعب، حتى ملاعب الترتان مش كويسه بس على الارض تقدر تنقل كوره على الارض، على الاقل تقدر تطلع كوره من تحت، هتقدر تعمل باص كويس. فدي حاجه كويسه يعني. يعني مليون مبروك للكابتن عصام شعبان، ومليون مبروك لاهالينا في جمهوريه شبين، ومليون مبروك لاهالينا في شبين القوم كلها والمنوفيه، هذا النادي العظيم العريق نادي الجمهوريه بشبين، والمحترم صديقنا العزيز سياده النائب احمد الخشن ومجلس الاداره المحترم وكل الجماهير العظيمه. 3 بونط هم ب9 بونط، 3 لشبين وعطل الديكرنس ب3 وده رابع من اول او ثالث، وكمان قفز ب3 تانيين بقي في المركز الثاني. فدي مباراة 3 أرواح، واعتقد انها ستكون انطلاقة مهمة جدا لشبين في القادم. وهارد لك للكرنس، وشكرا للكابتن سعيد صبحي، اخر مباراة تفانى واعطى باخلاص، وكل التوفيق للكابتن سعيد عبد العزيز في القادم. محمود خالد أبو خالد صديقي العزيز المشرف العام على برنامج كرة بلدنا هناك في ديكرنس، كان متواجدا وبصحبته صلاح الزغبي وأحمد أمين ومعلقا العربي الأشموني، وجاءوا لنا بهذا التقرير. نشاهد. لعبوا خارج الملعب. عماد حلمي بيلعب الكوره على طول عند احمد سليمان، العرضيه خطيره وجوه جول. يا ولد يا ولد يا ولد، المدير الفني لاي فريق مهنه الاعصاب فعلا. ادي كوره ستيفن جوه الصندوق وخطيره وجول، وخطيره وجول. اسلام نبيل والعرضيه، اسلام نبيل والارتقاء العالي وخطيره، جول جول جول، وعملها. الحمد لله رب العالمين. بنلاعب فرقه طبعا فرقه محترمه جدا، فرقه ديكرنس فرقه كويسه جدا. ولعبتنا النهارده الحمد لله لعيبه كلها رجاله، وعملنا اللي علينا، واقول في اول والاخر الحمد لله رب العالمين، وربنا يديمها نعم علينا يا رب. والله احنا برضو زي ما بقول لك كل مره بقولها، واخدين ماتش بماتشه، يعني ماتش بماتشه. ربنا يكرمنا الحمد لله رب العالمين ويديمها علينا نعمه يا رب، وزي ما هي ماشيه كده يا رب. الحمد لله طبعا، وبنشكر جماهير شبين، بنشكر الجهاز الفني والناس الداعمه للفرقه. الحمد لله بنتعب، واخدنا خطوه خطوه، بنبص للماتش اللي بعده، والحمم لله ده ربنا كل تعبنا ان شاء الله، والحمد لله بالفوز والنتيجه النهارده. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الحمد لله رب العالمين، بنشكر ربنا على المكسب المهم دوت على فريق ديكرنس، فريق محترم، وكان هو متصدر الدوري من اول الموسم، فاحنا بنحمد ربنا طبعا على 3 بونت غاليين. ربنا يكرمنا ان شاء الله في اللي جاي باذن الله، وان شاء الله باذن الله نقدر نعمل حاجه لجمهوريه شبين ومدينه شبين باذن الله. ربنا يكرمنا ان شاء الله في القادم باذن الله. بقول الحمد لله على كل حال، الحمد لله جدا جدا جدا. بشكر ربنا على فضله وكرمه علينا. بعد ربنا اصحاب الفرح الحقيقيين لعيبتي. انا مهما اتكلم يا جماعه مش هقول اللعيبه دي متحمله ايه. احنا جايين النهارده مشوار اكتر من 3 ساعات ونص، اللعيبه دي صاحيه من النوم الساعه 8 الصبح. مش عايز اقول احنا متغدين فين وعاملين ايه وظروفنا ايه وواصلين الماتش امتى. بشكر لعيبتي جدا جدا جدا، لعيبه رجاله متحمله كتير قوي قوي. مهما اتكلم يعني نقول بقى ان الكلام اللي بيتقال المرسل ضعف امكانيات وبتاع، لا لا لا، الدنيا صعبه. خيب فريق ديكرنس امال جماهيره العريضه اليوم في الفوز واقتناص ال3 نقاط، وخسر امام ضيفه فريق جمهوريه شبين بهدفين لهدف واحد، ليفقد صداره مجموعته ويتنازل عنها الى فريق طنطا القادم من الخلف متخفيا.
رصد لكم هذا التقرير من استاد هرماس رضوان ببني عبيد، كاميرا صلاح الزغبي وتعليق العرب الأشموني، وكان معكم محمود خالد قناة الشمس برنامج كرة بلدنا. والآن عودة إلى استوديو التحليل والزميل العزيز الإعلامي القدير الأستاذ عبد الناصر زيدان وضيوفه الكرام خبراء التحليل الرياضي. شكرا جزيلا لصديقي العزيز المحترم محمود خالد ابو خالد، عشرة العمر والسنين ومنور وتقرير اكثر من رائع. وحشتنا وقفتك قصاد الكاميرا ابو خالد، ويعني مستأنسين بيك بصراحة. اشكرك شكرا جزيلا.